شريطنا اليوم من جبال الأطلس المتوسط، والانطلاقة ديالنا غتكون بني من عاصمة الجهة. اليوم عندنا خرجة للفسحة مع الأخ الأكبر الحاج محمد وصديقنا الحاج رشيد. غادي نمروا من تاكزيرت وإخوربة وغرم العلم والقصيبة ونور وتيزينيسلي وأغبالة. التوقف ديالنا الأول غادي يكون في سوق القصيبة لاقتناء بعض اللوازم، ثم عين تغبالوت للتزود بالماء. وإقليم بني ملال يتوفر على غابات شاسعة وعيون متدفقة وغطاء نباتي متنوع، جبال شاهقة كلها تغري على المغامرة، وقضاء يوم نهاية الأسبوع ممتع بين أحضان الطبيعة الخلابة، طبيعة الأطلس المتوسط. خان ناصر بالجود بالخير، عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير، عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. وإحنا الآن على مشارف القصيبة. والقصيبة هي مدينة صغيرة بإقليم بني ملال، تبعد عن بني ملال ب 45 كيلومتر وعن زاوية الشيخ ب 22 كيلومتر، وتكنى بالقصيبة محاو سعيد نسبة إلى بطل المقاومة الأمازيغية بجبال الأطلس المتوسط محاو سعيد وعسو الوراوي من قبيلة أيت ويرا. وترجع تسمية المدينة القصيبة إلى عهد المولاي سليمان الذي أنشأ قصبة على بعد 12 كيلومتر من موقع المدينة الحالي حوالي 1850. وتعتبر بلدية القصيبة إحدى الجماعات الحضرية الأربعة التابعة لإقليم بني ملال. يعد مصطاف تغبالوت واحدا من أهم الفضاءات السياحية التي تستقطب مئات الزوار من مختلف المدن والقرى بجهة بني ملال خنيفرة، على الرغم من بعض الإكراهات التي يشكو منها. فإذا كان هذا الفضاء يساهم في رواج اقتصادي أثناء الصيف وفي تنمية محلية، فلا بد من تدخل المسؤولين من أجل تنظيم هذا الفضاء الجميل وبإنشاء بنية تحتية تستجيب لمتطلبات المصطافين. سافح منك مسك وعبير الألم كمولة الوصال، وانتي راح تروح كل منظر وشم هواك واسمع فيك طير جاي يسبح اسم القادر، ويا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي. التوقف الثاني ديالنا قريب من القصيبة في اتجاه نور، في مكان ولا في الخيال. أشجار متنوعة، صنوبر عرعر وبلوط وساسنو تكسو جبال عالية، وجو خريفي معتدل، وكؤوس شاي وقهوة معدة مسبقا هي ما سنبدأ به صبحيتنا في هذا المكان الرائع، والذي لا يغير سكونه إلا صوت العربات والدراجات النارية المارة في اتجاه نور أو القصيبة.
لم نتوقف إلا قليل بأغبالة، والتي كان لأخي ذكرى بها نهاية السبعينيات من القرن الماضي كعضو في فريق فم العنصر لكرة القدم، والذي أجرى مقابلة مع أبناء أغبالة. انتهت المقابلة بلا غالب ولا مغلوب وبرشقات الحجر كما هي العادة. لم تتغير كثيرا هذه القرية كما قال أخي. وأغبالة أو أغبالة نيتسخمان هي دائرة تضم 3 جماعات قروية: أغبالة وتيزينيسلي وبوتفردة. والذي يزور هذه المنطقة لابد أن يلاحظ ضعف الموارد المائية خاصة في السنوات الأخيرة مع توالي سنوات الجفاف، فمعظم المغروسات التي كانت تعتمد على العيون يبست أو هي قريبة من ذلك. على جنبات الطريق صادفنا ضيعات كثيرة للتفاح يبست عن آخرها، ولم تسلم إلا تلك التي تتوفر على بئر لم يجف معينه. احنا الآن على مداخل تيزينيسلي، وتيزينيسلي هي جماعة ترابية تقعت في إقليم بني ملال جهة بن الخنيفرة، تتبع دائريا إلى أغبالة، وتقع على الطريق الوطني رقم 12 الرابطة بين القصيبة وإيميلشيل، كما أنها موطن القبائل الأمازيغية أيت سخمان. عدد الساكنة في حدود 12500 نسمة حسب إحصاء 2024. وعندما نذكر تيزينيسلي لابد من أن نستحضر هذا الاسم: مريم وحساتة، وهي النائبة البرلمانية الشابة للدائرة، والتي ما فتئت تترافع وبحرقة على هذه المنطقة الجبلية التي لم تعط حقها في التنمية. ونحن على مداخل المدينة نلاحظ الأشغال على قدم وساق لإصلاح الطريق وتعزيز قنوات الصرف الصحي وتحديث الإنارة العمومية. والله إلا أغبالة بالعكس، دابا أغبالة راه كيغيروا من تيزينيسلي. ايوا قالوا لهم حساد وحده مغينة. اش نطلعوا الفوق ولا ندوروا علينا؟ لا لا ندوروا علينا. وليس ببعيد عن تيزينيسلي في اتجاه أغبالو نكركور فوجئنا بوجود ضيعات خضراء وسط جبال قاحلة. ارتأينا الوقوف عندها لمعرفة ماهية هذه المزروعات اليانعة، فكانت المفاجأة إنه الجزر. وفضولنا قادنا إلى وسط الضيعة كما كنا محظوظين بالتحاق صاحبها بنا، والذي أجاب مشكورا عن كل استفساراتنا. خلاصة القول أن تربة المنطقة تلائم بشكل مدهش زراعة الجزر، فوزن جزرة واحدة قد يتعدى نصف كيلو. وطبعا ادينا معنا الباروك. نص كيلو. وأصل تسمية المدينة بهذا الاسم وحسب الرواية الشفوية المتداولة والموقع الجغرافي للمكان تيزينيسلي ترجع إلى عبارة قالها القايد علي ويمور، أحد سكان قبيلة تيمور المعروفة، والتي استقرت بالمنطقة قبيل مجيء أي تعبدي وعلي السكان الحاليين.
إذ يقال أن هذا القائد أقام عرسا فخما وأمر البراح أن يخبر كل سكان القبيلة بأنهم مدعوون إلى هذا الحفل، مرحبا بهم كبار وصغار. جاد القائد علي بما له من عسل وسمن ناهيك عن عدد كبير من الذبائح، حتى ترك الضيوف المأكولات والمشوي على الموائد، بقى الخير حتى شاط، وظن أن كرمه وصل ذروته. فلما انتهى العرس وأخذ الضيوف العودة إلى منازلهم، أمر العريس يعني إسلي إرقاصا وهم جماعة أو مجموعة من الأفراد لتقصي ما يقوله الضيوف عن حفله. وجاءوه بعد انتهاء المهمة بخلاصة، أخبروه بأن الضيوف شكروا عرسه وقدروا كرمه، لكن قالوا لك فيك عيب، وهو لماذا لم توزع عليهم جلود الذبائح؟ فقال القائد علي ما معناه باللغة العربية أن الفرد مهما بالغ في سخائه وكرمه تجاه الضيوف خاصة في الأعراس لن ينجو من هذا العيب. وهذا هو المراد من عبارة تيزي نيسلي. طبعا تيزي هي كلمة أمازيغية ترادف الفج، وهو ممر طبيعي وسط سلسلة جبلية تسهل المواصلات عبرها. وإحنا الآن على مشارف نور، ونور هي جماعة ترابية تابعة إداريا إلى قيادة أيتويرا دائرة القصيبة إقليم بني ملال. تم إنشاؤها رسميا كجماعة قروية قائمة بذاتها خلال التقسيم الإداري لسنة 1992. كتميز جماعة نور القروية بتضاريس جبلية متوسطة الارتفاع في سلسلة جبال الأطلس المتوسط، مناخها شبه قاري جد بارد شتاء وحار صيفا، ومعدل الحرارة السنوي 25 درجة، تساقطات المطرية في حدود 600 ملم، وتبلغ مساحة المجال الغابوي بنور حوالي 12,000 هكتار. ساكنة نور وأغبالة وتيزينيسلي تعتمد على تربية الماشية من ماعز وغنم، وفلاحة بصفة عامة معاشية، ترتكز على الأشجار المثمرة خاصة التفاح والسفرجل، زراعة البطاطس والدلع، وطبعا في السنين الأخيرة تجربة زراعة الجزر والذي أعطى منتوجا متميزا. الناس المنطقة كرماء وظرفاء كباقي الأمازيغ في كل ربوع المملكة. من عام هذاك اللي مشينا لأم البختة السي مصطفى؟ إن الجبل يشكو من أعطاب تنموية كثيرة في ظل محدودية مداخيل الجماعات، ما يتطلب تدخل كل الشركاء في التنمية المحلية لحل الإشكالات الكبرى والمتعلقة بالماء والفيضانات والطرق والمسالك وتثمين المؤهلات السياحية والثروات الجبلية، خاصة أن هذه الجماعة تفتقر إلى مداخيل معقولة. ونخليكم تستمتعوا بجمال الطبيعة، طبيعة الأطلس المتوسط. ولنا لقاء بمنتجعات أغبالوت نحليمة من أجل أخذ قسط من الراحة وتهيئ وجبة غداء تحت أشجار الصفصاف الباسقة. باش ما نعرفش البختة جنيو لا خويا لا ظهر شوفوا تحت سماء صافية ما تعرف غيام، هاي أرض تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام. رجل الزلال تحصل
عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود والخير وجوج الجبال هذا واحد نوصف نحزن لالا مكمولة نوصف لالا مكمولة نوصف عروسة محروسة راح منك مسك وعبير لالا مكمولة نوصف نوصف نحزن لالا مكمولة نوصف لالا مكمولة عروسة محروسة فاح منك مسك وعبير لالا مكمولة البطل ديال العالم وانتي راح تروح كل منظر شم هواك واسمع فيك طير قيس اسم القدير يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي 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 يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود والخير كاين اشقر وكاين شمس كاين هذيك ديال ديكاريس هذيك الغابة بير ديكاريس ذكر واحد الامريكي اللي بناها المغرب بير ديكاريس لا دابا لو النون ديال هذا الامريكي اللي صوب واحد الفيلا دق العيد للفباب دق العيد للفباب دق العيد للفباب دق العيد للفباب صحى القلوب صحى القلوب والقمر زاد فوق الوطن دق العيد للفباب دق العيد للفباب صحى القلوب صحى القلوب والقمر زاد فوق الوطن وتبارك جهاده ما حقق وتمشي بخطوة سيدنا الملك المحبوب وتبارك جهاده ما حقق بالأعمال وتمشي بخطوة سيدنا الملك المحبوب تدعيله بالتوفيق والرضا وحسن التدبير الله بسم الله ولا شريك في الاول شوف هنا السي مصطفى شوف هنا
انا خدام معاكم لا؟ فينا سيدي تبارك الله على السي مصطفى. الله يبارك فيكم. سيدي نشوف كفتا. كلكم قاعد الله يعطيك الصحة والله إلا خرجتينا من هذاك الجو اللي كنا فيه ومشينا شفنا خيزو شفنا. الله يعطيك الصحة وصافي. الله يعطيك الصحة. هذه الفلفلة، هذه البصلة، لطيشة، بارك الله. حدث هي ولا عندها الموس؟ ايه حتى هي زعما ماضية. يعني أنا شوف على سميتها حدة. ودابا هما لعبوا. محمد واقف على رزقه. يا خويا صافي كاينش احسن من هذا الشيء كاع. صافي ديالنا دير شليضة. ايوا شليضه لا الحمل لا والو. مزيان 66 عام راه هي هذه. هي هذيك بحالا. واه اللي على الصوم البراد سخون بزاف. يوم الحد بحال اليوم قلتي ما جيتش نخدم. جات مسكينه هذاك بنتو اييه واش ديت صافي. شنو قولنا بارك جهاد وما حقق من أعمال وتمجد خطوة سيدنا الملك المحبوب تدعي له بالتوفيق والرضا وحسن التدبير يا بلادي حتى يتحقق الرجا والقصد المطلوب يا بلادي تدعي له بالتوفيق والرضا وحسن التدبير يا بلادي حتى يتحقق الرجا والقصد المطلوب يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايدة بالجود